اليوتيوب بقى بيفكرني بوزارة التربية والتعليم عندنا في مصر لما كانت بتلغي سنة ستة وترجع تطبقها وترجع تلغي سنة ستة تاني وترجع تطبقها. مش كنا شرحنا قبل كده طريقة عمل الخوارزميات والتاجز ما بقتش مهمة في الفيديوهات، أو التاجز بقى رجعت مهمة من تاني، وإن أداء الفيديوهات بقى أقل كتير من المعتاد، وكمان المشاهدات بقت تقرب من الصفر، وقنوات كبيرة بقت بتعاني من نقص حاد في المشاهدات. ولو حد جديد بادئ على اليوتيوب فرقم الصفر ده هيبدأ قدامه كتير قوي. وخلينا نقول ان دي ما بقتش مجرد مشاكل، لان خوارزميات اليوتيوب كلها اتغيرت، وكمان طريقة انتشار الفيديوهات كمان اتغيرت. والكلام اللي انا بقول عليه دوت بسبب الخوارزمية اتغير ما بقالوش اكتر من شهر واحد. يمكن في الفترة اللي انا عملت فيها القناة دي ما كانش فيه العك اللي احنا شايفينه دلوقتي. الخوارزمية بتودي الفيديوهات بتاعتنا في حتة ما انا مش عارف اقول لكم ايه الصراحه. لما باجي ارفع فيديو ويقعد يجيب خمس ست سبع مشاهدات كمان 5 ساعات او 6 ساعات من رفع الفيديو، فكده في حاجه غلط. طب اخش اشوف ايه اللي غلط اللي عندي، انا مش لاقي. يعني على الاقل الفيديو بتاعك لما كنت بتيجي ترفعه من حوالي 5 6 شهور، مش هنقول ان هو كان بياخد فرصه كامله، هنقول يا عمي نص فرصه. على الاقل كان بيجيب مشاهدات، على الاقل كان بيجيب له من 200 ل 300 مشاهده. دلوقتي انت رقم الصفر عندك ما بيتحركش. ما تعرفش ليه؟ لان الفيديو كان بيجي له اكتر من مصدر زياره، كان بقى بحث او الهوم، وعندك كمان المقترحات. وكمان لما كنت بتيجي ترفع الفيديو اليوتيوب ما كانش بيعرف هيوديه لأني جهه في الناس، فكان ساعتها بيتنشر غلط، فكان في ناس كتير قوي ممكن تخش على الفيديو بتاعك بالغلط. وساعتها كان ساعات برضو بيجي له مشاهدات قليله، او ساعات كان بيجي الجمهور بيخلي الفيديو بتاعك ينتشر بطريقه جهنميه. لكن دلوقتي بقى على الشكاوى المستمره بسبب وقوف المشاهدات، فانا قلت اجرب بنفسي، وبالفعل عملت قناه جديده وعملت كل الاعدادات اللي بيتقال عليها واللي احنا عارفينها. وعايز اقول لك يا صديقي ان الفيديو ده قعد حوالي 3 ايام ما جابش غير 2 مشاهده. يعني من الاخر اليوتيوب مش شايف فيديوهاتي اصلا. وبعد كده لما بقى يجيب مشاهدات، بقت المشاهدات فقط من زيارات البحث. وده بقى كان اول تغيير في خوارزميات اليوتيوب. ودلوقتي اي قناه بتتعمل جديده اليوتيوب بيحطها تحت التجربه. التجربه ديت ان انت ترفع الفيديو، والفيديو ده لازما يكون مهم للناس، بمعنى اصح الناس هي اللي تدور عليه علشان توصل له. ساعتها الفيديو بتاعك لما يجيب شويه مشاهدات من زيارات البحث، ساعتها الخوارزميه هنا هتبدا تقترح الفيديو بتاعك، فبالتالي اقتراح الفيديوهات بقى عزيز قوي جدا على اليوتيوب. من الاخر كده المقترحات بقت مختصره على بعض المحتويات وعلى القنوات الناجحه والمعروفه فقط. وعلشان كده انت كصانع محتوى على اليوتيوب ولسه جديد، محتاج تبقى عارف ومسيستم نفسك ان الفيديو اللي انت هترفعه انت موجهه للناس اللي هي هتبحث عليه. يعني لازم أن يكون الفيديو اللي انت رافعه دوت يكون فيديو بحثي. وبالتالي هنرجع بقى لنقطه الصفر، ونهتم بقى بالوصف، ونهتم بالتاجز بتاعتنا اللي هي العلامات. لازم وصف الفيديو يهتم على كلمات مفتاحيه ذات صلة بموضوع الفيديو، ولازم ترجع تعمل التاجز اللي هي العلامات علشان تبدأ تسهل على الناس لما تيجي تبحث عن اليوتيوب ان انت فيديوهاتك تقترح لها. انا معاك جدا ان انت ممكن تبص على التغيير اللي عامله خوارزمية اليوتيوب الفترة اللي احنا فيها دي، بس في ناس كتير بتحس ان التغيير دوت اناني شوية. بس خلينا نبص للموضوع بنظرة تانية شوية. اعتبرني مثلا انا قدامك فانا اليوتيوب، والهدف الاساسي بتاعي طبعا فهو الفلوس. فبيجي لي معلنين بيحطوا مبالغ ضخمه جدا، سواء بقى يعلنوا عن خدمات او يعلنوا عن منتجات ايا كان. فالمعلنين دول محتاجين ان الاعلانات بتاعتهم توصل للجمهور المسبوق، فبالتالي انا كيوتيوب اكسب اكتر. طبعا صانع المحتوى اكيد هيكسب معايا، لكن عشان ده يتم لازم تاخد بالك من حاجه، ان خانه المقترحات اللي بيتم فيها اقتراح الفيديوهات على المشاهدين، وطبعا الهوم بيكون في عدد قليل من الفيديوهات. انا كيوتيوب ايه الافضل ليا؟ هل استغل الخانات ديت اللي متاحه عندي بفيديوهات معروفه وقنوات مشهوره وبيجي لها كمان المشاهدين بتوعها، فبالتالي الاعلانات بتوصل لاكبر قدر ممكن من الناس؟ يعني اخر فتره يا جماعه احنا فيها حصل زحمه كبيره جدا على اليوتيوب. يعني الفيديوهات اللي كانت بتتعمل دلوقتي بالذكاء الاصطناعي اللي هي بتاعت القطط والقطوره والكلام اللي بيحصل دلوقتي اليومين دول، اي حد بيرفع فيديو دلوقتي بالذكاء الاصطناعي، فاثر علينا كصناع محتوى. ده غير طبعا اليومين دول في حرب وكده ما بين ايران وامريكا، فبرضه ده اثر علينا كصناع محتوى. اكيد كلنا في الفتره الاخيره لاحظنا مشاكل كبيره قوي في اليوتيوب، فدلوقتي بقى في زحمه كبيره جدا على السيرفرات بتاعه اليوتيوب، فعشان كده الخوارزميات حصل فيها تغيير كبير جدا بسبب اللي بيحصل ده. فلو انت بقى صانع محتوى ولسه بادئ على اليوتيوب، عايزك بقى تعمل اللي انا اقول لك عليه دلوقتي. عايزك تهتم بالعلامات، وعايزك تهتم بالوصف، وعايزك تهتم كمان بالكلمات المفتاحيه.
علشان المشاهد لمّا يخش يبحث عن حاجة، تكون أنت من الأولوية اللي أنت تطلع قدّامه، فاهم القصد؟ إن هو لمّا ييجي يبحث عن حاجة يلاقيك أنت في الاقتراحات بتاعة الفيديو اللي هو بيدوّر عليه. ما تنساش بقى اللايك والاشتراك، ودعمني بتعليق بسيط، وشكرًا جدًا.